السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا بأفضل الأحوال. كما شاهدتم للتو آخر فيديو، لا زالت قوافل الخير تتجه نحو المناطق المنكوبة وبكثرة، وهذا الشيء الصراحة يثلج القلب فرحا رغم الحزن اللي كيعاني منه الوطن واللي كيمر والظروف الصعيبة اللي كتمر من الدولة في هذه الأيام هذه. تعازينا الحارة للضحايا، إن لله لأسر الضحايا، إن لله وإنا إليه راجعون. لا زال صانع المحتوى، يعني المعدن الحقيقي هنا يظهر لي، صانع المحتوى لا زال أمين فيسبوكي حر. 3 أيام متواصلة من نداءات، من تضامن، من استقبال المساعدات هناك في مراكش وتفريقها نحو المناطق المنكوبة، نحو تارودانت، نحو إقليم الحوز. المهم أنا كنحاول ما أمكن نوصل لكم، نبارطاجي معكم داك النداءات المباشرة، داك الاستغاثة اللي كتكون شنو محتاجين تما هما كما شفتوا في هذا الفيديو. كنحاول ما أمكن نوصل لكم هذا المحتوى هذا ديالهم، باش كيبقى لكم نتوما اللي باغي يساعد ولا اللي كيعرف شي واحد باغي يساعد يتواصل معهم مباشرة. فيسبوكي حر، الصفحة ديالو سميتها فيسبوك لأنني أتلقى مجموعة من الرسائل بخصوص الدعم والمساعدة، وأنا من هذه القناة المتواضعة لا أتوسط لأي مساعدة كيفما كانت، لأنني لا أتواجد هناك في المناطق أو مجاور لتلك المناطق. أنا بعيد في الشمال، فقط كنهز المحتوى والنداءات العاجلة كنحطها لكم هنا، وكيبقى لكم نتوما تواصلوا مباشرة مع هاد الناس هذوما، اللي هاد الفعلاء الخير اللي كاينين في داك الأماكن وكيوجهوا النداءات وشنو خصهم وشنو محتاجين كيف ما شفتوا في هذا الفيديو هذا. المهم هادشي اللي كاين، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وخالص تعازينا الحارة لأسر الضحايا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.